يا معسلة يا فراولة، أيوة النهاردة هنعمل أحلى مربى فراولة، أحلى من الجاهز وأرخص وأوفر. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة. دلوقتي أنا جبت ده كان كيلو. أنا بعد كده زودت عليه 2، حطيت حوالي نص كوباية سكر. السكر ده برضو بإيدكم، أنا شايفة ان هو كده ما بيبقاش محلي قوي. طبعا كنت غسلاها ومقطعاها زي ما انتوا شايفين كده، غسلاها كويس جدا من الرملة بتاعتها، غسلوها كويس ونقعوها. وبعد كده سبتها يوم كامل في التلاجة تنزل المية بتاعتها. ده كان بقى الكمية بتاعتي. كل ده على فكرة مش مية، ده السكر. لما نزل العسل بتاع المربى، انا حطيتها في التلاجة يوم كامل، سيبوها يوم كامل، ليلة كاملة. وابتديت بقى ان انا احط النار. اول حاجة تعلي النار، بعد كده لما تبدأ تغلي كده وتريم من على الجناب زي ما انتوا شايفين، تبدأي تهدي النار. بعد كده خلي ايدك بقى ايه فيها على طول، علشان ايه؟ علشان ما تتحرقش من تحت. وتبتدي انك تقلبي كده. انا علشان اسرع بس الخطوة ديت، حطيت يعني جبت الهراسة بتاعة البطاطس، وابتديت ان انا اهرس الفراولة. عندكم انتوا وقت، هي خدت حوالي ساعة ونص. وبعد كده جبت قبل ما تبتدي بقى تتكرمل عندي، كانت تقلت بقى شايفينها بالمنظر دوت. ابتديت ان انا احط ليمونة. و زي ما انتوا شايفين جبت كوباية مية وحطيت عليها معلقة نشا. اول حاجة الليمون مادة حفظ، تاني حاجة النشا، المية بالنشا دي بتدي ربط للفراولة بتاعتي، بتخليها تربط كده وبتخليها زي بتاعت بره بالظبط. طبعا الفراولة دي مش معليهاش مواد حافظة ولا حاجة. انا بخزنها من السنة للسنة، مش اول مرة اعملها. على طول بعملها وبشيلها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجة. بس هي مدة بتاعتها في التلاجة تقريبا اسبوع او 10 ايام، مش اكتر من كده. علشان ما تبص، عشان هي طبعا ما فيهاش ايه، زي ما احنا قلنا ما فيهاش مادة حفظ. جربوها واعملوا. الفراولة رخيصة دلوقتي وهتبقى حاجة نظيفة للولاد. وكان طعمها حلو جدا. طبعا مفيش حد ما بيحبش مربى الفراولة. هستناكم بقى تجربوها وتكتبوا كومنتات وتفعلوا زر الجرس. وتروحوا عند بابا تشوفوا وصفة الشوكولاتة اللي احنا عملناها امبارح، البودنج كان حلو قوي. وتتابعوا قناتنا برضو بتاعت الشيف الصغير. وانتوا بتقلبوا بس كده. سيبوها لغايه لما تتقل، لما تبقوا شايفينها بالقوام ده، لما تبقى مربى بقى كله يسيح كده مع بعض. ودلوقتي بقى انا حبيت لي 8 برطمانات، يعني ال3 كيلو عملوا لي 8 برطمانات. هستنى تعليقاتكم، هستناكم تعملوها وتجربوها وتكتبوا كومنتات وتتابعوا قناه الشيف الصغير. وقناه يوميات الشيف الصغير، وقناه عائله الشيف الصغير بابا بيعمل عليها وصفات حلوه. وباي باي.